راجع بلادي راجع بلادي على الأرض الخضراء راجع بلادي أنا أولادي على الأرض الخضراء راجع بلادي. مشروع طبعا مبارك، مشروع مهم جدا للحفاظ على المقدسات. واجب على كل مسلم أن يشارك في مثل هذه المعسكرات حفاظا على تاريخنا وجذورنا. ونميز المشاريع هاي ان شاء الله، يعني نحس انه في جو رباني، في انه ملائكي، يعني بتحس انه في ملائكه حواليك بتساعد فيك، الامور كلها الحمد لله مسهله، ونسال الله انه يكون في ميزان حسناتنا وحسنات الشباب كلياتهم ان شاء الله رب العالمين. اجواء طيبه جدا، فعلا معسكر تواصل مش بس مع مقدسات اللب، حتى مع شباب كفر قريع وعارة وعرارة، يعني هناك تعارف وتآخي مع الشباب اللي ما كنا نعرفهم من خلال المعسكر. الحمد لله رب العالمين. العمل هنا التنظيف زي ما انتم شايفين يا اخوان، وتقليم الاشجار، وتنظيف الطرق، نعم، وكي يكون ان شاء الله استعمال المقبرة بشكل حسن للناس ويقدروا يستعملوها بدون مشقة. طيب هاي المقبرة بتعاني من اشياء يعني ضيق ايش من النوع ولا؟ في الماضي كانت دائما تعاني، ولكن في السنوات الأخيرة مع جهود الكبيرة للحركة الإسلامية ومؤسسة الأقصى زي ما انتم شايفين الأمور. وهناك رجل طيب برضه يجب أن ننصف، اسمه رافت دبسي، دائما يعمل، هو من لجنة الأمناء ويعمل برضه ويؤدي دائما من وقته في المقابر. أي نعم. بارك الله فيك. الأم إن شاء الله رب العالمين المشروع الخير المشروع الإسلامي، والعودة إلى ما أمرنا به الرسول صلى الله عليه وسلم والتآلف. يعني هذا شيء والله إنه يسر جدا. شو شعورك وانت تنظر لهالشباب بيشتغلوا كل واحد مكان عمله؟ شعوري يعني إنه سبحان الله محبة في الله عز وجل، يعني كيف نكون على قلب رجل واحد، وكيف يعني يد واحدة، يعني يد واحدة ممكن تسوي كل شيء. يعني سبحان الله أنا بقيت في النقب بسمع باللد بس سمعة، ولكن التحاقي بالدعوة سبحان الله يعني خلص أي عمل إسلامي بيصر جدا، يعني إنك الإنسان تآلف مع إخوانك، المحبة، المودة، الصداقة، هاي الشعور. الذي جاء ليؤكد على أن مقدساتنا وعلى أن معالمنا الإسلامية لها رجال يحافظون عليها ويصونونها من الإهمال والتدنيس. وعندما ترى هذه الأيادي والسواعد المتوضئة والوجوه الصباح النيرة شيء يثلج الصدر. تعرف أن الذي جاء من أقصى الجنوب والذي جاء من أقصى الشمال يلتقون على عمل، هذا العمل هو في نظري ما هو إلا لله، ما جاء بهم إلا هدف واحد هو رضا الله سبحانه وتعالى، ومن ثم المحافظة على هويتنا ومعالم مدينتنا اللب العربية الإسلامية. فبالفعل يعني الإنسان لما يكون في معسكر عمل بشعر وكأنه الإيمان يرتفع فيه صدقا، يعني والله هذا الشعور يعني يأتي فيه كما يعني شو أشعر كما أشعر في الصلاة. سبحان الله. يعني حتى لما ما يغداش معسكرات عمل بصير دائما أتساءل ليش ما فيش معسكرات، ليش ما فيش زيارات، ليش ما فيش، فلذلك هذا كله الحمد لله بيرفع الإيمان. وطبعا بغض النظر إنه إن شاء الله دائما الإنسان يجدد النية، إنه هذا طبعا هذا الشهر يكون في سبيل الله، طبعا أهم شيء دائما تجديد النية. الحمد لله رب العالمين، هذا فضل من الله إنه الإنسان يستخدمه ويستعمله في سبيل. احنا جينا نتضامن مع اخواننا في اللب هنا من اجل انه نعينهم على الثبات على ارضهم من خلال العمل في المقدسات والمساجد. يعني هذا العمل وان كان في ظاهره عمل بسيط لكنه عند الله سبحانه وتعالى عظيم.
يعني فيه مساندة لإخواننا ورفع لمعنوياتهم، وفيه أجر وثواب عند الله سبحانه وتعالى. وهذا العمل إن شاء الله احنا راح نستمر فيه كل عام في كل مدينة من المدن المختلطة. في العام الماضي زي ما كنا في يافا هاي السنة في اللب، ونتمنى إن شاء الله إنه تتكرر في كل المدن المختلطة من أجل إنه نقف بجانب إخواننا إن شاء الله ونعينهم على الثبات على الأرض. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والصلاة والسلام. طبعا معسكر التواصل الثاني مع المقدسات الإسلامية في هذا العام اللي جاء في مدينة اللب العربية، ستبقى عربية إن شاء الله في العالمين. هذه المدينة التي تتعرض منذ الانتداب البريطاني ومرورا بالاحتلال الإسرائيلي، تتعرض إلى انتهاكات خطيرة جدا وتمييز عنصر واضح في شتى مرافق الحياة، وخاصة المقدسات الإسلامية تعاني من إهمال واضح ومتعمد. عدم يعيش أهلنا في مدينة اللب من صعوبات في المعيشة وصعوبات في التمييز والتعامل مع البلدية والتخطيط وغير ذلك. فلذلك من واجبنا احنا كحركة الإسلامية، واجبنا الإسلامي في كل مكان في أرض فلسطين المباركة أن نهب إلى إعادة هذا الأصل إلى أصله أو إلى أهله، لنحافظ على مقدساتنا، على جذورنا، على هويتنا. مقدساتنا جزء من هويتنا. أردنا من خلاله أن نبين لكم أن ماهية هذه المشاريع التي قمنا بها في هذا المعسكر. أولا أردنا أن نرمم المساجد وأن نقيم فيها أجنحة وأن نبني فيها مصليات للنساء وللرجال على السواء. نحن إذ باشرنا معسكرنا هذا بهذا فإننا أردنا أن نقول لكل الدنيا أن هذه هي وجهتنا. وكلنا يعرف هذا الحديث. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. وهذا يعني أن شدة الابتلاء في سبيل الله تعني رفعة المبتلى عند الله تعالى. كلما اشتد البلاء في سبيل الله هذا يعني أن المبتلى أرفع. هذا ينطبق على الناس، ولذلك أشدهم ابتلاء الأنبياء. ونحن على أرض الآن وفي الماضي وغدا ستبقى عنوان الابتلاءات في سبيل الله. لماذا؟ لأنها ذات خاصية رفيعة عند الله تعالى، ولذلك خصها الله بالكرامات. وحتى تنال هذه الكرامات خصها الله بالابتلاءات. الله جل جلاله خص هذه الأرض بالفتوحات التي لا تتوقف، وحتى تنال فتوحات لا تتوقف الله تعالى خصها بالامتحانات المتواصلة. كان ظالم وزال، ثم جاء ظالم آخر وزال، ثم جاء ظالم ثالث وزال، وهكذا ستبقى هذه الأرض تبتلى بالظالمين لتسجل في كل لحظة تاريخ أنها أقوى من كل الظالمين، وأن كل ظالم سيزول فيها، وأن كل ظالم ستنتصر عليه، وأن كل ظالم سيندثر غير مأسوف عليه. وستبقى أرضنا بما تحمله من بيوت، من مقدسات، من القدس الشريف والمسجد الأقصى أقوى من كل الظالمين. حتى دخلنا مساجد وجدنا فيها بصمات من أجدادنا، من الأيوبيين أو من الأمويين أو من العباسيين، من كافة مراحل التاريخ الإسلامي العربي.